بقول لك ايه، وريني التليفون اللي معاك ده كده لحظه. حاضر، لحظه واحده وهديهولك. هنشوف في حاجه بس. طيب بعمل حاجه وهديهولك يا عم، وريني. انت الغلطان، انا ما عملتش حاجه، انا برضو اللي غلطان. قلت لك وريهوني، انت ما رضيتش توريهوني من البدايه. عمرك لومت نفسك؟ جبت العيب فيك؟ فكرت كده وطلعت نفسك غلطان؟ صعب اكيد، محدش بيحب يطلع نفسه غلطان او حتى يجيب اللوم على نفسه، عشان هتخش في صراع مع صوتك الداخلي وبتخدر نفسك وبتجيب اللوم على كل حاجه الا نفسك، الظروف، الدنيا، الناس، كل حاجه الا انت، وده سبب فشلك في الحياه كلها اصلا. قلت لك وريني، انت ما رضيتش من البدايه. برضه انا اللي غلطان. الموضوع النهارده حساس، بيزعل من اقل كلمه عشان حساس يعني وكده. قال شبايخه، قال شبايخه. اغلب الناس مش بتحب تطلع نفسها غلطانه وبتكابر وبترمي اللوم على كل حاجه تانية حواليها الا نفسها. طيب يا عم حمزه، هي فين المشكله؟ المشكله انك هتاخد الطبع ده كاسلوب حياه. يعني ايه برضه؟ فين الغلط هنا؟ بص عشان تفهم تعالى ناخد مثال. احمد عمره ما لام نفسه ولا عمره قعد يفكر مع نفسه ويعيد تحليل الموقف، وبالتالي هتلاقيه مليان طاقه سلبيه وضارب بوزه مترين وعمره ما بيتعدل ابدا وعايش دور الضحيه دايما، وكل الناس والدنيا والظروف والكون كله متآمر عليه. وانت اكيد قابلت شخصيه زي دي، او يمكن انت الشخصيه دي اختلفت معاه في موضوع وهو غلطان. لا ازاي؟ هو ما بيغلطش، انت غلطان، انت مش جدع، انت مش صاحب كويس. المهم ان هو مش غلطان. الشخص ده هتلاقيه فاشل في كل حاجه في حياته، شغل، دراسه، جواز، صحاب، في كل حاجه. طب ليه يعني بيفشل في كل ده؟ مثلا سقط في ماده معينه، لا هم مستقصدينه وسقطوه، مش عشان هو ما ذاكرش. المدير بتاعه في الشغل اداله شغل وما خلصوش وحصل خلاف ما بينهم، المدير غلطان ومش حاسس بيه وعايز يطفشه من الشغل كمان. اختلف مع صاحبه في امر ما، صاحبه بيكرهه ومش جدع، وهكذا بقى في اي حاجه في حياته. هو مش بيغلط ابدا، بعكس بقى واحد تاني بيلوم نفسه حتى لو هو مش غلطان. هتلاقي شخصيتك بتتحسن وبتتغير للاحسن وبتعيد تحليل اي موقف وبتتعلم منه كمان. لما بتحلل اي مشكله وتتعلم منها هتلاقي نفسك خلاص المشكله دي بقى عندك لها حل ومش هتقع فيها مره تانيه. لكن لو انت مش غلطان اصلا، انت مش غلطان، ازاي هتتعلم منها؟ هتقع فيها مره واثنين وثلاثه. لما تعمل كده وتجيب اللوم على نفسك، شخصيتك بتتطور، علاقاتك هتكون احسن، حياتك نفسها هتكون افضل. طول ما انت مش بتحاسب نفسك عمرك ما هتشوف نفسك غلطان، عشان انت مش واخد بالك من تصرفاتك. بس اللي قدامك هو اكتر واحد واخد باله من تصرفاتك كويس جدا. اسمعه لما يقول لك انه غلطان وفكر في كلامه، وممكن يكون عنده حق، وعيد تحليل الموقف. ولو انت غلطان غلط نفسك، مش عيب. عارف انها صعبه، صعب انك تهدم معتقد عايش عليه بقالك سنين، بس احنا مش ملاك، احنا بشر، كلنا بنغلط ولازم نتعلم من غلطنا. في البدايه اول ما تيجي تعمل كده مخك هيرفض الفكره، عشان انت بتقول له انت غلطان، لازم تصلح من نفسك. اهدم عنده معتقد بقاله سنين محافظ عليه. الموضوع مش سهل، لكن في البدايه محتاج انك تقاوم نفسك وتقاوم افكارك. اللي انا بعمله ده، لما جالك الفكره دي امحاها من دماغك، غلط نفسك. اول لما تلوم نفسك وقتها هتلاقي كل حاجه بتتغير. اتكلم مع نفسك واسمعها وناقشها، ده مش جنون، ده نوع من انواع تطوير الذات. وفي النهايه احنا بشر، كلنا بنغلط، وكلنا لازم نتعلم من الغلط، ولازم نسمع للي قدامنا. مش دايما انا صح، مش دايما اللي قدامي صح، كلنا بنغلط، كلنا غلط. مش عيب انك تلوم نفسك، العيب انك تلوم كل اللي حواليك، الدنيا والظروف والناس والكوكب والكون والمجره، وكل حاجه غلط الا انت. طب ازاي؟ هات اللوم على نفسك ولو لمره واحده، تلاقي فعلا حياتك بتتغير، شخصيتك بتتغير، انت نفسك هتتغير. بس كده، سلام. انا بصور بقى 25 ثانيه.